إن ما طبقتي أنت مخالفة لهذا القانون. فوعدتنا أن تطبق القانون، وقالت بالنص حتى أنقل كلامها، قالت أنا ممكن ما أكون مقتنعة بقانون ربط حزام الأمان لكن لازم أطبقه، وتشير إلى أني قد ما أكون مقتنعة بقانون الاختلاط لكن لازم أطبقه. قلنا لها المحك بيننا وبينك قرار يصدر من مجلس الجامعات الخاصة. بالفعل تم القرار، وصلتنا صورة من القرار وأنا زودتكم أيضا بنسخة منه، تنص على الآتي: أن تفصل المباني والمنشآت ويطبق القانون بجميع بنوده، ويلغى كل نص آخر يخالف هذا القانون. ليش قلنا يلغى كل نص آخر؟ لأن مجلس الجامعات راح أصدر فتوى مسيسة معلبة حتى يقضي على القانون، جزء الفتوى والتشريع. قال إذا أنا فصلت في القاعة الواحدة هل يعتبر هذا تطبيق لقانون منع الاختلاط؟ قالوا لي يعتبر تطبيق. فإحنا قلنا لها هذه الفتوى فتوى إحنا ما نعترف فيها وتخالف نص القانون، فالمرأة طبقت القانون ورغم خلاف. ما ردكم على ولاية المرأة؟ أنا أقول خل أكد على قضية، أنا ما زلت يعني متحفظ على أداء نورية الصبيح في وزارة التجديد، لكن النقد شيء والاستجواب شيء وطرح الثقة وفق محاور شيء آخر، قد نختلف غدا. ومصالحكم شيء، مصالح الحركة الدستورية شيء آخر. شنو مصالحنا اللي قبضناها من نورية؟ شنو مصالحنا؟ من الحكومة. شنو مصالحنا؟ مصلحة واحدة. أنتم كله يعني يا يوم مع الحكومة يا يوم ضد الحكومة على حسب مصالحكم. تمثل التكتل الشعبي ولا الوطني الآن في الحوار هذا؟ لا الحوار هذا أنا أنقل رأي الجمهور. أنا اللي يقولون لنا مصالح اللي طلعته نورية من الأمانة العامة، مركز التقويم الوطني للتعليم، هو الدكتور غازي الرشيدي محسوب علينا. اللي طلعته نورية الصبيح من إدارة النظم والمعلومات هو الدكتور عمار الحسيني واحد منه. احنا مصالحنا متضررة في موضوع نورية الصبيح. كيف؟ هذا ربعنا أقيلوا من مناصبهم وقياداتهم مع نورية الصبيح. لكن في النهاية حتى أكد على موقفي، أنا قلتها في الأمانة، إن طبقت القانون، قانون منع الاختلاط في الجامعات الخاصة، أنا أعتقد أنه مكسب إسلامي وقانوني وشرعي يجب أن يحافظ عليه. وبالفعل اليوم هي طبقت هذا القانون. أطروحات الحركة الدستورية. بس نرجع الآن للولاية. الولاية بس. موضوع الولاية أنا لي دراسة نشرتها قبل إقرار حقوق المرأة السياسية، وقلت أن الوزارة والعضوية ولاية عامة، ما يجوز أن تمنح لمرأة. هذا الكلام أنا ما تراجع عنه، وقلت في ذات الدراسة وليت الأخوان اللي تابعوا وأثنوا وقتها على الدراسة يرجعون، قلت أما لو أصبح أمر واقع لتعاملنا معه بما يحقق المصلحة العامة للبلد. يعني إذا صار أمر واقع حتى في الفقه والسياسة الشرعية يختلف عن أمر لم يحدث. أعطيك مثال، لو طبق نظام الكوتا اللي احنا نعارضه اليوم في الكويت، هل نترك الحصة هذه لغير الإسلاميين؟ احنا كإسلاميين هل هذه فيها مصلحة شرعية؟ ولا ننزل أخوات فاضلات ملتزمات ونأخذ بالرأي الشرعي اللي يقول أن المكان هذا ما هو ولاية عامة؟ في الفقه والسياسة الشرعية، السياسة الشرعية قائمة على درء المفسدة وجلب المصلحة العامة الشرعية العامة، مو الحزبية ولا الشخصية. في موضوع الولاية عطني في محاور الاستجواب، أي محور من محاور الاستجواب سألوا نورية الصبيح لأنها غير أهل لهذا المنصب لأنه ولاية عامة، ما هو موجود. يعني كنت أنا أقدم هالطرح بعد ما تقسم نورية بيوم يقدم استجواب لأنها تولت وزارة وهذا ما يجوز شرعا، فأنا أطرح فيها الثقة من هالباب. لكن يقدم استجواب ما يذكر فيه كل هذا، وحتى تكسب أصوات أخرى تقول الجماعة لا تعالوا هذه ولاية عامة وأسقطوها وسط الولاية العامة. دكتور ما ترى معاي أنكم كحزب منظم شطار أنكم تلقون مخارج لكل قضية لكل سؤال لكل كذا، وهذا أنا طلب عن أيدكم أنكم حزب منظم يعني جدا. هل احنا شطار؟ احنا يعني نتمنى نكون شطار لكن وفق ضوابطنا الشرعية وقواعدنا الشرعية العامة، مثل ما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. أنا ماني خبيث، لكن الخبيث أيضا ما يخدعني. وأنا أعتقد الحركة الدستورية هي أكبر معاناة التيار اللي ضال. هل في تيارات بالمجلس خبيثة؟ العمل السياسي فيه خبث يعني، بدون ما نسمي فلان خبيث فلان
العمل السياسي أحيانا في خوف، أحيانا في ضرب تحت الحزام، أحيانا واحد يقول لك أنت معك حق بس أنا راح أوقف ضدك. هل حصل ضرب تحت الحزام؟ أعتقد إن كلنا حصلنا. دكتور أنت معروف أنك تقرأ كثير، طرحك عقلاني. يعني كل اللي يعرفوك كانت لك رؤية، يعني قد يجوز أو أحلام وردية في أداء مجلس الأمة. لما دخلت المجلس هل تحققت أحلامك ولا شفت الأداء مغاير للأحلام؟ أنا أعتقد أن أنا كنت متفائل أكثر من الواقع اليوم في مجلس الأمة، لكن ما تصل إلى مرحلة الأحلام لأن أنا ما كنت بعيد عن الساحة والسياسة وأعرف الأوضاع. إحنا مشكلتنا أن كثير منا في المجلس أعضاء أو كتل، إحراج الطرف الآخر هو أهم عندي من قضية المصلحة العامة. إيش كثر أحقق نقاط ضدك وأضرك سياسيا وأنجح على أكتافك، هذا هو الهدف اللي أحيانا يغلب. لذلك بعيدا عن مصلحة المواطن وبعيدا عن مصلحة الوطن، بعيدا عن مصلحة المواطن والوطن، هو مصلحة إما سيارة أو مصلحة حزب أو مصلحة شخص. اعتذار علي الجراح يعني ما كان مقبول عند كتلة العمل الوطني، واعتذار نورية الصبيح كان مقبول. يعني تجد تناقض في الموقف. احنا قبلنا اعتذار علي الجراح، وايضا لما اعتذرت نورية اعتقدنا ان الاعتذار هذا مهم وجيد، وان كان عندنا بعض التحفظات على الاداء الاخر. لكن اذا تسالني ان وين الازمه اللي واجهتها في المجلس، اختلاف الاجندات، محاولات تسجيل النقاط، وهذا في النهايه احنا ما نقدر نغيره بتغيير النفوس، ما نقدر نغير النفوس ولا نقدر نغير كل العقول، احنا نقدر نغير النظام. لذلك احنا قدمنا نظام الاحزاب حتى يأتي حزب يشكل حكومة عنده حصانة، محصن من السقوط المتكرر، ينفذ برنامج يقوم على أساس هذا البرنامج. الوضع وأن يكون رئيس الحزب هو رئيس الحكومة، يعني هذه مرحلة ممكن تكون متقدمة. احنا نقول ان هذا شيء جيد لو يصير، بس هذا يجب ان يتم بتفاهم وطني، تفاهم ايضا مع الأسرة الحاكمة. يعني الأسرة الحاكمة ما هي منفصلة عنا. انت ذكرت انه بالاحزاب السياسية او الكتل السياسية في المجلس في تسجيل نقاط، في ضرب تحت الحزام، ومرة اخرى تدعون الى اشهار الاحزاب. احنا كذي مو خالصين، فما بالك لما تشهر. انا اقول ان النظام يعني يبعد كثير من هالملاحظات. لما يصير في نظام حزبي مثلا ينجح حزب في تشكيل أغلبية برلمانية، يكون ممثل في الحكومة، أي مساءلة سياسية حتى لو ما كانت مساءلة سياسية هدف إسقاط أو إحراجها، ما في مادة. عندنا بعض الاستجوابات بدون مادة، أنت تصرح لك تصريح ويقوم أحد النواب يقول لك اعتذر ولا استجوبك، يعتذر الوزير ويستجوب. زين، هو قضية يراعى فيها الوضع الانتخابي أكثر منها المصلحة العامة. لكن لو كان في نظام حزبي ونجح الحزب في تشكيل قاعدة برلمانية تحميه مدة 4 سنوات، واستقرت الحكومة 4 سنوات لم تسقط، ونفذت برنامجها، نقول هني البلد كله راح يحس انه في تقدم حقيقي. والضرب تحت الحزام ما يأثر، لأن أنت عندك غطاءك السياسي داخل البرلمان، هذا قصدي في الموضوع. لكن هل لها سلبيات؟ أنا أعتقد في تخوفات من وجود الأحزاب، في تخوفات أن البلد ينزل مثل ما انزلق غيره. أنا أقول إحنا عندنا نظام دستوري يختلف، إحنا حتى هالمرحلة هذه نريد أن نصل إليها بتدرج وفق ضوابط وفق حتى صلاحيات لسمو الأمير نص عليها الدستور تحول دون انحراف في العمل البرلماني. من تخوف الأحزاب أنها كانت فاشلة في الدول العربية، من تخوفها أيضا من حدث، لأن حدث أنتم هواكم خارجي، يعني تتبعون الحزب الحاكم اللي برا. الحزب الحاكم شلون؟ حزبكم الحاكم في مصر. حزب الحاكم في مصر الحزب الديمقراطي، حزب الحاكم